ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد النهارده ان شاء الله بروتين جديد. النهارده هننضف البوتاجاز مع بعض ونخليه يلمع زي ما انتوا شايفين كده، يبقى الاستانلس بتاعه عامل زي الفضه. هتقولي لي هتستخدمي كيماويات ايه او هتجيبي ايه ترشيه على البوتاجاز وتعمليه؟ هقولك ولا اي حاجه، هي حاجه ب5 جنيه هجيبها وهستخدمها. كلنا زمان كنا بنستخدمها، اهالينا زمان كانت بتستخدمها. ودلوقتي بقى ناس كتيرة قوي بتغفل عنها وما يعني ما بتفكرش ان هي تجيبها، لكن الحاجة دي هي الحاجة الوحيدة اللي تقدري تستخدميها وتنضفي بيها، تطلعي ألمونيا او ستانلس نضيف جدا وبيبرق زي ما انتم ما شايفين كده. تعالى اقول لكم السر ورا لمعان البوتاجاز ده برضو وورا تنظيفه دوت ايه. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البوتاجاز بتاعي قبل ما اغسله، انا كده سايباه من اكل امبارح وحاجتي من امبارح اللي كنت بعملها، وقمت وانا بنضف المطبخ الصبح قلت بقى هعمل له روتين، لان زي ما انتم شايفين كده العيون بتاعته نصها شغال ونصها يعني مش مولع، بسبب ان انا عندي انبوبه مش عندي غاز، فالانبوبه بتطلع حاجات كده زي رايش هي اللي بتسد الفونيا بتاعه البوتاجاز والعيون. بس انا بعمل يعني ابسط حاجه اللي انا اقدر اعملها، وفي نفس الوقت ما تكونش خطر عليا ولا على البيت او على البوتاجاز، لان انا ما اقدرش افك بوتاجاز واجي جنب فونيا واقعد اسلك واعمل الحوارات اللي بتحصل دي. انا بس بعمل اسهل حاجه واحسن حاجه انا اقدر اعملها من غير ما احتاج لفني او حد يجيلي. دي شويه ميه زي ما انتم شايفين كده من الحنفيه، هعصر فيهم ليمونتين وهحط القشر بتاعهم، يعني بعد ما اعصرهم هسيب القشر بتاعهم كده زي ما انتم شايفين، واحط الميه دي على النار تغلي معاها يعني بروه الصابون دي. عندك الصابونه بتاعه المواعين تبشريها ابشريها، عندك بروه صغيره كده بدل ما احنا ما بنرميها يعني جمعيهم وهنستغلهم في حاجات كتيره، اولهم الحاجه اللي احنا هنعملها دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده ظهر البوتاجاز بتاعي ده انا بقالي فوق الشهرين ما جيتش جنب الازاز دوت، الدهون عليه والنغمشه زي ما انتوا شايفين كده، انا ما جيتش عليه ولا غسلته غسيل عادي اللي هو الغسيل اليومي بتاع البوتاجاز، ولا غسلته الغسيل اللي انا هعمله معاكم النهارده. زي ما انتوا شايفين كده الميه غليت بالصابون والصابونه ساحت فيها، والليمونتين اهم القشر بتاعهم عمل الوش. هقفل عليهم كده، وسبت برضو الميه وهي بتغلي كانت بتفور وبتقع على البوتاجاز، يعني لو تلاحظوا ان البوتاجاز كله بيض زي ما انتوا شايفين كده والعيون بتاعته، سبتها عادي تطرطش، يعني سيبيها تطرطش على البوتاجاز عادي. وده البراد الاستانلس بتاعي زي ما انتوا شايفين كده كان محروق من بره والدنيا بتاعته ايه مش متظبطه. هنعمله معاكم، اديني حطيته في الميه وهي سخنه، وهطلع عيون البوتاجاز كلها عين عين احطها في جوه الميه دي وهي سخنه كده وهسيبها. تعالوا بقى قبل ما نبدأ كده ونشوف احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي، يلا اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان كل جديد انزله يوصل لكم بسهوله. ويا ريت تسيبوا لي لايك وتعليق حلو كده من عندكم، لان تعليقاتكم وعدم تفاعلكم مع القناه بتاعتي يعني بخليها محجوبه شويه عن الناس. احنا عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله، ونبقى اسره كبيره كده مع بعض حلوين كده. زي ما انتوا شايفين كده انا طلعت كل عيون البوتاجاز فكيتها اهي. بصوا العين دي يعني هي عليها حروق كتير، في منها بيطلع وفي منها لا. يعني عايزه اقول لكم ان البوتاجاز ده الله اكبر الله اكبر الله اكبر بقاله كده 9 سنين معايا، فهتشوفوا التنظيف بتاعه ده التنظيف العادي او الروتين اللي انا بعمله كل شهر مره ليه. ده روتين انا بعمله كل شهر مره، لكن يوميا بعد ما بخلص اكلي ومواعيني وحاجتي بغسله الغسيل العادي. لكن الروتين الكبير دوت بصوا الميه بتفور ازاي اول ما حطيت العين الكبيره اللي هي كانت شغاله عليها الحله عشان العين نفسها سخنه والميه سخنه. هسيبهم كده في الميه مع بعضيهم مع البراد، العيون كلها تبرد على ما هنغسل البوتاجاز نفسه والازاز تكون الميه بردت شويه والعيون بردت شويه عشان اقدر اتحكم فيهم وامسكهم. بس احنا مش هنكتفي بالصابونه والليمونتين اللي احنا حاطينهم، هنحط ايه؟ هنحط شويه خل زي ما انتوا شايفين كده. الخل بيدي لمعان شويه للالومنيا او الاستانلس. انا العيون بتاعه البوتاجاز بتاعي دوت مش من النوع اللي هي بتلمع، اللي هي الالومنيا اللي بتلمع او الاستانلس، هي الموديل بتاع البوتاجاز بتاعي دوت مطفي كده، العيون بتاعتها مطفيه. دول شويه ملح ليمون كانوا عندي، مفيش بيض يعني بيخلى من ملح ليمون. هتقولي لي ليه؟ لان احنا بنستخدمه برضو في دورة الغسالة، لما بنيجي نعمل لها دورة الغسيل اللي هي الشهرية، زي ما الشركة بتاعت الغسالات بتنصحك او الموظف الفني اللي بيجيلك بينصحك بكده ان انت تعمليها دورة شهرية، فبتعمليها بشوية خل وشوية ملح ليمون، ودول شوية كربونات.
بس انا مش هحط حاجه تاني. يعني احنا حطينا في الميه ليمونتين بالقشر بتاعهم، يعني عصرناهم ورحنا حاطين القشر بتاعهم، ورجعنا حطينا الصابونه او بروه الصابونه. مش عندك، لو عندك صابون المواعين ابشري شويه وحطيهم في الميه، وحطيت شويه ملح ليمون وحطيت شويه كربونات. هنسيبهم يتفاعلوا مع بعض كده وياخدوا ويدوا ويطلعوا كل الرواسب اللي موجوده في العيون. وتعالوا بقى نشوف احنا هننضف البوتاجاز بايه، بالحل السحري اللي انا هقول لكم عليه. الحاجه اللي انا بستخدمها هي الصابونه بتاعه المواعين دي. في ناس كتيره قوي بتغفل عنها وما بتشتريهاش، بتقولك انا لسه همسك الصابونه وافضل ادعك على الليفه او على السلكه وامسك الحاجه وادعك فيها. طب ما هو الصابون السائل سهل بالنسبه لي، بدلق شويه في الحل او على البوتاجاز وبلم الدنيا وخلصنا. لا، الصابونه دي احسن حاجه تنضفي بيها استانلس او ألمونيا او المرايات. يعني مرايه الوش او المرايه بتاعه التسريحه بتاعتك الاستانلس الألمونيا بتخلي الحاجه عندك تبرق وما تغيرش لاطول فتره ممكنه. يعني انت لو غسلتي المرايه بتاعه الحمام كده، لو دلقتي عليها، مسكتي الصابونه بتاعه الوش ودعكتيها بيها كده ودلقتي شويه ميه عليها وسبتيها تنشف، عمرها ما هتغير معاكي لمده شهرين 3. ودي عن تجربه. انا بمسك الصابونه زي ما انتم شايفين كده، برغيها على السلكه وبدعك بيها العيون او مكان العيون والاستانلس بتاع البوتاجاز حته حته زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل الرواسب اللي على العين طلعت في السلكه. طبعا احنا كان وقع من الميه من الحله اللي احنا كنا بنغلي فيها الميه دي بصابونه الوش والليمون شويه ميه، لما غليت وفارت الصابونه مع الليمون كده فارت وعملت فوران، فنزل شويه ميه على البوتاجاز عملوا طرطشوا وبهدلوا الدنيا. انا يعني بدعك بيها برضو عليهم، ما مسحتهمش، بدعك عليهم زي ما انتم شايفين كده. كل الدهون والرواسب والحروق اللي موجوده على البوتاجاز بتطلع معاكي بسهوله. في نفس الوقت المرايه بتاعتك عشان ما تغيرش ولا الدهون تتراكم عليها، لان احنا طول الوقت معرضين ان احنا واقفين بنحمر على البوتاجاز وبنقلي حاجات، واي حاجه بتطرطش مننا على الازاز. في ناس كتيره قوي بتتضايق من منظر الازاز ان هو بيبقى عليه دهون كتير وبيبقى مجير، وبتستخدم كيماويات. والكيماويات دلوقتي الحاجات اللي هي الجاهزه او اللي موجوده عند بتوع المنظفات بقت غاليه جدا، في نفس الوقت بتهرق ايدينا وريحتها مش لطيفه. فاحنا هنستخدم ابسط حاجه وارخص حاجه موجوده في السوق. كانوا جدودنا زمان بيستخدموها ما بيستغنوش عنها. يعني كنت تلاقيهم زمان قاعدين ماسكين الصابونه دي ويدعكوا على حته السلكه ويمسكوا الألمونيا بتاعتهم والحاجه بتاعتهم تخلوها بتبرق. زمان انا وانا صغيره كانت ستي بتخليني اغسل شعري بالصابون بتاع المواعين ده، بس كان اللي هو صابون نابلسي، مش اللي هو موجود حاليا في السوق، لان الصابون النابلسي بتاع زمان مش موجود. وكان احسن حاجه بستخدمها لشعري لما ما كانش يبقى فيه شامبو او حاجه استخدمها من الحاجات اللي بستخدمها لشعري، كان بيخلي شعري حلو جدا وناعم جدا. كانت الصابونه دي هو الحل الامثل عند جدودنا زمان. يعني دي ابسط حاجه وكانت احسن حاجه موجوده في كل البيوت زمان. زي ما انتم شايفين كده انا دعكت العيون كلها او تحت العيون، كل الحروق والدهون اللي كانت متجمعه على البوتاجاز اتشالت. تعالوا بقى اقول لكم على الخطوه اللي هي ان الناس كلها بتغفل عنها وبتقول هو ازاي اما بنشوف في الافلام والمسلسلات ان الاستانلس بتاع البوتاجاز بيلمع قوي كده. هي دي الحاجه الوحيده اللي بيحطوها على الاستانلس اللي بنشتريها غاليه شويه، اللي مفيش بيت برضو دلوقتي من البيوت الحديثه مش موجود فيه الجلانس بتاع الازاز. هترشي شويه على الاستانلس بتاعك وشويه على الازاز وهتدعكيهم. هترشيها بعد ما هتمسحي الاستانلس، لا هتسيبيه مندي شويه زي ما انتم شايفين كده. انا كنت سايباه مندي شويه وهمسحه بالفوطه دي. هنشفه كويس جدا بقى بعد ما ارش الجلانس ولمع بيه الاستانلس كله والمرايه، ارجع انشفه كويس جدا بفوطه قطن ناشفه وكده. يعني البوتاجاز معاكي 100 فل و10. هتقولي طب انت حوالين العين الكبيره عندك فيه شويه حروق. هقول لكم، هرجع واقول لكم ان البوتاجاز ده الله اكبر الله اكبر بقاله معايا كده 9 سنين. ف9 سنين مهلوك من كل حاجه تتخيلوها. ادي المرايه برضو زي ما انا قلت لكم عليها، انا سايباها بشويه ميه منديه ورشيت عليها شويه جلنس زي ما انتم شايفين. الحيطه ظهرت ورا الازاز. هتقولي طب هو انت الروتين دوت مش بتعمليه على طول؟ هقول لكم لا، انا بعمله كل شهر شهر ونص. الروتين الطبيعي بتاعي اللي بعمله ان هو كل يوم بعد ما بخلص اكلي وشربي وبغسل المواعين بغسل البوتاجاز عادي اللي هو الغسيل العادي، مش الغسيل العميق اللي انا بعمله مع كده. كنت الاول وانا بعمل الشفاط كنت بستخدم الباور، ولقيت ان الباور ابتدى يطوس معايا الاستانلس بتاع البوتاجاز.
بقى الاستانلس بتاعي يطوس كده، فبقيتش استخدمه. بقيت استخدم الميه اللي انا بعمل فيها العيون، بقيت بحط منها شويه على البوتاجاز، والصابونه ديت اللي انا بغسل بيها الاستانلس والالمونيا. قلت طب ما انا بغسل الاستانلس بتاع الحلل والالمونيا بيها، طب ما انا اغسل البوتاجاز كمان بيه. زي ما انتم شايفين كده البراد الحروق اللي فيه كلها اهي بتطلع معايا واحده واحده اهو زي ما انتم شايفين. برضو البراد دوت بتاع جوازي، يعني مش لسه جديد، بقاله فتره كبيره جدا معايا. هطلع كل الحروق والحاجات اللي موجوده عليه. زي ما انتم شايفين بتنزل كلها، مجرد ما بتمسكي السلكه وتمشيها عليها بتطلع معاكي على طول. تعالوا بقى لما اخلص اوريكم منظر الحوض اللي انتوا شايفينه مجير ومعفن ده، هنغسله بالميه اللي موجوده دي واوريكم منظره هيبقى عامل ازاي. اهم حاجه يا ريت تتفاعلوا مع الفيديوهات بتاعتي، خلوا الفيديوهات توصل لاكبر عدد من الناس، وخلي القناه تكبر بيكم ونبقى اسره كبيره زي ما قلت لكم. وقولوا لي ايه رايكم في المحتوى اللي انا بقدمه. المحتوى عجبكم عرفوني، المحتوى مش عاجبكم عايزين نقدم حاجه تانية احسن قولولي عليها في التعليقات. هشطف البراد العيون بتاعه البوتاجاز بتاعتي من النوع اللي هو المطفي، مش اللي بيلمع، مش الاستانلس او الالومنيا اللي بتلمع، هي نوعها كده من ساعه ما جبت البوتاجاز دوت وهي كده. زي ما شايفين كده العيون في اول الفيديو كانت كلها مطفيه، دلوقتي هي ابتدت تفتح واحده واحده. النار هتنشف الميه اللي موجوده كل جوه العيون كلها وهوريها لكم. وديكوا شايفين البراد والحوض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تسيبوا لي رايكم في التعليقات ولايك وشير للفيديو.